تعادل المنتخب المغربي أمام نظيره الإكوادوري بهدف لمثله في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الجمعة على ملعب رياض إير متروبوليتانو بمدريد في إطار التحضيرات لنهائيات كأس العالم 2026. ومع انطلاق الشوط الأول تبادل الطرفان المحاولات الهجومية، لكن دون أي خطورة حقيقية على مرمى المنتخبين. ومع استمرار اللعب جاءت أولى المحاولات الخطيرة للمنتخب الإكوادوري عبر ضربة خطأ، غير أن الحارس بونو نجح في التصدي لها في الدقيقة 10. وظلت المباراة متكافئة بين الطرفين رغم بعض الفرص التي هدد بها المنتخب اللاتيني شباك ياسين بونو، إلا أنها كانت تفتقد إلى الخطورة. ومع بداية الشوط الثاني تمكن المنتخب الإكوادوري من تسجيل هدف التقدم عن طريق جون يبواه في الدقيقة 48، مستغلا تأخر الدفاع في إبعاد الكرة. وفي الدقيقة 62 أهدر نائل العيناوي ركلة جزاء قبل أن يحولها حريمات إلى هدف تم إلغاؤه من طرف الحكم، ليواصل أسود الأطلس البحث عن هدف التعادل. ونجح المنتخب المغربي في إدراك هدف التعادل في الدقيقة 88 بواسطة العيناوي من ركلة ثابتة، لتنتهي المباراة بلا غالب ولا مغلوب.